السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. وحشتوني يا احلى عيله واحلى اخوات واحلى سند. ربنا يديمكم في حياتي نعمه. احنا كواكب بحر، الدنيا مطرت عندنا كتير، وزي اي ست مصريه اصيله اول الدنيا ما تمطر بنجري يا اما نعمل حله العدس يا اما على حله المحشي. انا النهارده عملت المحشي، بس فكره الفيديو مش طريقه عمل المحشي خالص. انا من الناس اللي بحب اسوي الاكل على الكانون، بس طبعا كنت يعني بشيل هم غسيل الحله. الفيديو ده فيه فكرة حلوة قوي، ازاي اسوي الاكل على الكانون وفي نفس الوقت الحلة تتغسل معايا بسهولة. في حد من ولادي في القناة قال لي على فكرة حلوة قوي وقال لي جربيها، وانا جربتها وحبيت اشاركها معاكم. يلا بينا نعمل تسبيكة المحشي ونشوف الفكرة اللي معانا ايه. هقطع البصل ناعم والمادة الدهنية اللي انت حابة تشتغلي بيها، وهبدأ اعمل التسبيك. تاخد اللون الذهبي معايا، وانزل بالطماطم. في اليوم ده انا كنت عاملة صلصة الطماطم، ان شاء الله هنزلها لكم فيديو لوحدها. خدت منها شوية بهاراتك بقى واسيبها تعيش مع نفسها. ابدا اجهز الورق. اول ما تتسبك بقى اجهز الخلطه، الخضره والرز اللي انا هحشي بيهم. سلقت الورق وجهزته. انا يا جماعه مسرعه الفيديو، مش عايزه الطريقه لان انا قلت لكم الطريقه كتير. انا كل اللي انا عايزه اوصله الفكره اللي معايا، فكره الفيديو اللي هي ازاي احافظ على الحله وانا شغاله على الكانون عادي. خلاص انا جهزت المحشي ورصيته وحطيت له الميه اللي هيستوي بيها. قبل بقى ما احطه على الكانون هدهنه من بره، هدهن الحله من بره صابون السائل اللي انا بغسل بيه المواعين. بتعمل طبقه عزل بين السمار بتاع النار والحله، اما تغسليها بترجع احسن من الاول كمان. ربنا يجازيك خير يا وليد اللي انت قلت لي على الفكره دي، وجربوها يا جماعه. ما شاء الله، شايفين المحشي طلع زي الفل. والفكره برضو مش في المحشي. هوريكم الحله دلوقتي اما غسلتها شكلها ايه. ما شاء الله، شايفين والله رجعت احسن من الاول وبكل سهوله، كاني بغسل طبق. جربوها بس، وادعوا لوليد سلطان. ربنا يجازيك كل خير يا وليد. بصراحه فكره هايله هايله هايله، عشان كده انا حبيت اشاركها معاكم. لو انت وصلت معايا لغايه هنا ما تنسنيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه يا جماعه. انا نفسي القناه تكبر بيكم، فضلا وليس امرا. اللي اول مره يشوف القناه اعملي لي اشتراك وحط لايك للفيديو، خليه يتشاف على اكبر قدر. والف شكر لكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات طيبه وبتشجعني وبتديني باور ان انا اكمل معاكم. و... وربنا يخليكم ويديمكم في حياتي نعم. واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.